فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكأس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في المباراة النهائية لمسابقة بطولة كأس سمو الأمير. مرحبا بكم هنا في افتتاح ملعب مونديالي آخر، في احتفالية أخرى، في إنجاز آخر يحسب لقطر ولدولة قطر. هنا صافرة بداية المباراة النهائية لمسابقة بطولة كأس سمو أمير دولة قطر ما بين النادي العربي ونادي السد. المواجهة التي تجمع الفريقين بعد فترة غياب طويل، والمواجهات التي يلتقي من خلالها السد بالعربي بعد غياب 26 سنة منذ آخر مباراة نهائية جمعت ما بين الفريقين. المباراة التي يبحث فيها العربي من استعادة عرش بطولات مفقود منذ فترة طويلة. في الجانب المقابل يبحث نادي السد من تأكيد زعامته وسطوته على الألقاب المحلية بإنجاز آخر، بوصول آخر إلى المباراة النهائية لمحاولة تقدم، دخول إلى منطقة الجزاء، عرضية تأتي، كرة في المرمى من البداية. لا مجال للتأخير، لا مجال للتأخير. أن تأتي مبكرا يعني بأن تأتي بطريقة سنداوية. الزعيم يسجل ويضع كرة في المرمى في الدقائق الأولى، تجاوز خط المنتصف وسجل نادي السد أول الأهداف المباراة النهائية، وبالتالي فرصة للتعديل، فرصة للتعديل، وبتسديدة تأتي لكن حالات العارضة تحولت إلى خارج أرضية الملعب عن طريق الدولي الإيراني مهرداد محمدي. يبحث من جديد بيدرو داخل منطقة الجزاء، وعد لا 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 في التوقيت المناسب يتدخل جاسم جابر ويبعد الكرة والمحاولات الماضية إلى خارج أرضية الملعب. أي بداية هذا! يا سلام يا سلام، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يحدث هناك محاولة تقدم تأتي بونادا نادي السد عقبة نادي الكحيل برباعية واصل إلى النهاية. والعرضية على منطقة الجزاء. في الجانب المقابل أيضا حارس مرمى جيد، حارس مرمى متمرس عبد الكريم حسن. أمامية ملعوبة المحاولة، لمسة 1-2 نادي العربي بمواجهة الحارس برشا ملعوبة داخل منطقة الجزاء، إبعاد في التوقيت المناسب من بوعلام لاعب النادي العربي سابقا، هو من يتدخل ويبعد الكرة من أمام الصيام ويحاول يحسب فيهم 3 أشخاص قاعدين جنب بعض. هذا تم بالاتصال حضور الأهداف في المباريات النهائية. بالمناسبة يبحث عن نسبة للفريق الكتالوني عام 2009. كرة بمحاولة عرضية داخل منطقة الجزاء بشكل رائع، عرض الكرة في الجهات اليسرى الآن، البحث عن العرضية لكن أيضا تغطية دفاعية، اصطدام إلى خارج أرضية الملعب من بيدرو إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى مش على الجزاء. ملعوب المحاولة، شمعة أملنا، لا 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 لا، راية وتسلل. حكم المباراة يلغي هدف التعديل للعربي لكن من أجل إحياء النهائي من جديد. جول جول جول! جيت عرباوي يا شمعة أملنا، يوقد أملا أخير مكتمل، الزين كامل الحلقة في المباراة النهائية. لا يمكن بأن يأتي هذا المشهد. نحمدك يا ذا العرش. كرة بمحاولة وتسديدة تأتي لكن مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى هذا النصري. 12 نهائي. كرة بمحاولة الآن وتسديدة تأتي لكن بجوار القائم إلى خارج أرضية الملعب. كرة تصل إلى ركلة مرمى عند محمود بونادي. لا يموت عربي، لا يموت، والزعيم بونادا، محمود بونادا يسجل من خلال نسخة من بطولة كأس الأمير ستكون بتصميم جديد
للكأس في نسخته السادسة. هذه النسخة السادسة لكأس سمو أمير البلاد بتصميم جديد، 5 نسخ سابقة. بطولة الأسياد عام 2034. كرة محاولة داخل منطقة الجزاء، رأسية تأتي، بونادا في التوقيت المناسب يتدخل ويبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس. محاولة خطيرة أخرى لمصلحة الزعيم السداوي الأكثر سيطرة والأكثر ثانيين على الأطراف. كرة محاولة داخل المنطقة، أبعدت، لا زالت قائمة، وتأتي بعد ذلك والتصدي من مهردان محمدي الذي تصدى وضرب الكرة في محمد وعاتب. اتجه مباشرة إلى ركلات الترجيح، عرضية رأسية من جديد، لكن علت العارضة، تحولت فتحي. كرة ملعوبة عن طريق جليرمي، رأسية داخل منطقة الجزاء، والتصدي يأتي من حارس. وين سيمفونية الزعيم، إبداع الزعيم، تألق الزعيم، فورة غضب جاءت بالهدف الثاني لمصلحة الزعيم. الهدف الثاني أبعدت عن طريق يارون، لا زالت مستمرة قائمة، تسديدة بعد ذلك لكن إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى مع نهاية الوقت الأصلي ودقيقتين بس. نبدأ هي مكان محمد وعد، كرة محاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية من بغداد، لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى عند محمود بونادا في حراسة المرمى. مونيسا، جامس مجابر، أيوب عزي، عبد الله معرفي، فهد شنين، أمامهم اللاعب الإيراني مهدي يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، رأسية تأتي من سيباستيان أو من أكرم هو من يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة تصطدم في العارضة، لكن يبدو بأن بونادا هو كريم. لا زالت مستمرة إلى سانتي كازورلا، وبالقدم اليسرى من كازورلا، لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة وصلت المحاولة بتقدم لأقدام اللاعب الكوري الجنوبي نامتاهي، عرضية تأتي منه لكن اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. وصلت الكرة بعد ذلك 2015 أسرع هدف في نهائي كأس الأمير منذ نهائي مريكي أيضا للسد في الدقيقة الثانية أمام نادي الجيش. أسرع هدف لنادي السد كان في الدقيقة رقم 2 في عام 2000. يكمل الدقيقة القادمة منقوصا لخدمات أحد لاعبيه. وعلام ممكن يسوي أي شيء، يسدد. هذا الوصول إلى من محمدي أو هذا مهرجان محمدي، يسدد لكن سهلة في إحضان حارس المرمى مشعل برشم، سهلة في إحضان مشعل برشم. كرة عربوية أولى بعد فتح، والدولة قطر تستحق أقل ما يمكن أن تقدم لكن أيضا في إحضان حارس المرمى. الشاعرة الراحلة يعيد الكرة من جديد لمصلحة الإسباني داخل منطقة الجزاء، خطيرة، حلوة الكرة الماضية والمتابعة من بغداد، لكن مرت بجوار العربي. تلاقيه حاضر على أمل الكرة الماضية، لكن مشعل برشم يتصدى. مشعل بارون، كرة عن طريق اليسلندي داخل منطقة الجزاء، بجوار القائم الأيسر. مرت الكرة الماضية على مرمى برشم، خطيرة جدا. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة